جربت تقعد مع حد وتقوم من القعده مديون وانت ما خدتش حاجه اصلا؟ انا شفت ده كتير، ومش لازم يكون الدين فلوس. مديون بجميله ما تمتش، مديون بذنب ما عملتوش، مديون وخلاص، مديون باحساس اتحط عليك مش بتاعك بس اتحسب عليك. عارف ده بيحصل ازاي؟ تعال اشرح لك القصه من الاول. في واحد شايف الصوره من فوق وعارف ان اخر المشوار اهم من اي لحظه تحت رجليه، بيتنازل دلوقتي عشان يعيش بعدين، واللي مخليه مكمل في هدوء حاله من الرضا، بعد نظر اتعلمه من الحياه. وفي واحد تاني باصص تحت رجليه خايف اي حاجه تفوته، احساسه من تفوت اقل فرصه كانه اتحرم من الدنيا او من الحياه. المتعه اللحظيه حياته، وحتى الحاجات التافهه تفوتها كارثه. انا اعرف ناس بتستلف عشان حاجات غيابها افيد من وجودها، واللي حواليه مضغوطين من غير سبب. المشكله مش في الحاجات نفسها، المشكله في الزاويه اللي الناس شايفين اهميه الحاجات دي. واحد شايف الطريق والتاني محبوس جوه احتياجاته، وده اللي بيستنزف كل اللي حواليه من غير ما يحس. كمحامي بشوف دوت مع نهايه كل موسم فيه ضغط، طلبات، مواسم، اعراف ممكن ننساها، مشاكل صغيره بتتحول لكوارث، واحيانا قضايا طلاق ومحاضر ضرب وخراب بيوت على حاجات مش مستاهله اصلا. كل ده بسبب انت شايف ايه مش المفروض تعوز ايه. اللي شايف الطريق بيتنازل دلوقتي لكن مستريح في اخر المشوار، واللي محبوس جوه اللحظه واحتياجاته او اي حاجه تفوته بيتخنق وبيخنق اللي حواليه. شوف الصوره واعرف ابعادها، بلاش تفرح باللحظه وتنسى ان في سكه لازم تمشيها. لو تهت من الرساله اسمع الفيديو تاني، مش عشان تفهمه، عشان تقول لي حسيت بايه.